أهلا وسهلا فيكن. اليوم بنحكي عن المفاصلة بسوريا، بس مو بس كموضوع بيع وشراء، لا، المصادر بتفرجينا إياها كأنها مسرحية صغيرة فيها كوميديا ومواقف طريفة. بالضبط. يعني أهم شيء بالموضوع وحسب ما فهمت من المصادر إنه السعر بحد ذاته مو دايما هو الهدف الأساسي. كيف يعني؟ يعني المفاصلة هي كمان استعراض مهارة، تحدي، إثبات إنه الشخص ابن السوق وبيعرف بالقصة. عرفت كيف؟ السعر الأول هذا بس بداية الحكي. إيه، وهالشي بيفسر ليش في شخصيات معينة بتتكرر دايما كأنها أدوار كوميدية جاهزة. خلينا نبلش بالبائع اللي بيقولوا عنه الحلفجي. تماما، الحلفجي المصادر بتركز عليه كتير. هو يعني بكتر حلفان وأيمان، مو بالضرورة كذب، بس إنه أسلوب بالإقناع. لإقناع المشتري إنه هالسعر هو أرخص شي؟ إيه، وإنه ربحه يا دوب أو مكسبه ليرة أو حتى والله شاريها بأغلى، يعني جمل صارت جزء من المشرد. ومين بيقابله عادةً؟ المشتري أبو العريف أو الخبير؟ هم. إيه، المشتري الفهمان. المصادر بتوصف كيف بيعمل حاله بيعرف كل الأسعار، حتى لو معلوماته يعني قديمة شوي أو مو دقيقة 100%. وبيبلش يقارن؟ طبعاً، شفت هنيك أرخص، بعرف سعرها بالجملة، حقها هالقد بالسوق. كلها جمل ليضغط على البياع ويفرجي إنه مو زبون عادي. طيب في نمط تاني بيعتمد على خلينا نقول الدراما، المشتري المستعطف؟ هاد كمان موجود كتير. المصادر بتحكي كيف بيستخدم قصص شخصية ليأثر على البياع. مثل شو مثلاً؟ يعني مشان هالولاد الله يخلي لك ياهن، أو دبرها معنا حالتنا تعبانة شوي. هلأ فعالية هالأسلوب مو دايما مضمونة أكيد، بس هي ورقة بيستخدموها. وما بننسى الكلاسيكية، المشتري الذي يهدد بالانسحاب. هي لعبة أعصاب مو هيك؟ هي يمكن ذروة المشهد أحيانا. المصادر بتصور كيف بيعمل حاله زعل ومشي، بس بيمشي شوي شوي وعينه لورا. بيستنى البياع يناديله؟ بالضبط، بينطر يسمع السعر الأحسن باللحظة الأخيرة، وكثيرا ما بتزبط معه الحركة، يعني فيها عنصر تشويق. واللي بيزيد الطين بلة أو الكوميديا هو قاموس المفاصلة الخاص، عبارات مثل من الآخر. إيه، من الآخر أو آخر كلام. هي يعني محاولة لإنهاء هالجدل الطويل والوصول يعني السعر الصافي المزعوم. كانوا عم يقول خلصنا تمثيل، أعطيني الزبدة. وكمان المشتري لما يقول سعرها معروف، مع إنه يمكن ما بيعرفوا أصلاً. تماما، هي لتثبيت موقف، ليفرج إنه هو صاحب معرفة بالسوق وما حدا بيضحك عليه. والبياع كيف بيرد ليعطي لمسة شخصية للصفقة؟ يمكن مشانك بس أو كرملك. أكيد، هاي اللمسة الأخيرة للبياع لحسس المشتري إنه أخذ معاملة خاصة، حتى لو الفرق يعني بسيط جدا. ولما يتفقوا شو بيقولوا؟ غالبا خلصنا، توكل على الله. وأحيانا تسمع البياع بيقول رزقة الصبح أو أول زبون اليوم كنوع من التشجيع. من المواقف اللي المصادر بتحكي عنها وبتضحك هي المفاوضات الطويلة على مبالغ كتير كتير صغيرة، يعني جدل طويل عريض مشان فرق بسيط. صحيح، وهذا دليل يمكن أنه القصة أحياناً بتصير مبدأ أكثر ما هي قيمة مادية. يعني الشعور بالانتصار بالمفاصلة بحد ذاته مهم. لدرجة إنه ممكن حدا يفاوض على شيء سعره ثابت أصلاً، مثل فاتورة مثلاً. بتصير مو عن جهل يمكن، بس كنوع من العادة أو حتى مزح ومبالغة كوميدية. إيه فهمت. والشعور بالانتصار هاد بعد خصم بسيط بيكون شعور حقيقي يعني؟ غالباً إيه، لأنه العملية كلها مثل ما بتلمح المصادر بتتحول من مجرد شري استعراض مهارات حكي وقوة إرادة. الفوز بهالمعركة الصغيرة بيعطي إحساس حلو. يعني هي بالنهاية أكثر من مجرد تخفيض سعر. بكتير، هي جزء من التواصل الاجتماعي، كسر روتين وشوية مرح بالحياة اليومية. يعني الخلاصة، المفاصلة بسوريا حسب هالمصادر هي فعلاً عرض مسرحي صغير، كوميديا اجتماعية بشخصياتها وحواراتها ومواقفها الطريفة. صحيح، بس بيبقى في سؤال يعني للتفكير. هلأ مع انتشار المحلات اللي أسعارها مقطوعة والتسوق أونلاين، كيف ممكن هالأشكال التقليدية من البيع والشراء اللي فيها كل هالتفاعل الإنساني تتأثر أو تتغير، خاصة بمجتمع لسه بيقدر كتير التواصل وجه لوجه؟ سؤال مهم فعلاً، بيخلي الواحد يفكر مستقبل هالظاهرة. شكراً جزيلاً على هالمعلومات الممتعة. أهلا وسهلا.